طيب احنا كده خلصنا بقى كلام كتير على العين، عايزين نشوف الاهلي بقى ممكن يواجه العين دي ازاي. يعني لو العين دي صابتنا عايز اشوف ايه اللي ممكن نعمله عشان ربنا ينجينا. والله من احنا اولا الدعاء، ثانيا الدعاء، ثالثا الدعاء. ايه ورد الوردوش عليكم، ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم عن اهم ماتش منتظرينه من اول بدايه الموسم، مش هتبارك لنا الاول؟ والعين. انت مش قلت تبارك للناس الاول؟ انا قلت لك نبارك، قلت لي احنا متعودين ومش عارف ايه وبتاع. ايوه، الواحد مننا ب100. يعني مش محتاجين نتكلم عن الماتش ده، وكان له تفاصيل كتير. ايوه، وكده كده هنستخدمه في التحليل، يعني هتيجي سيرته غصب عننا برضه. فعايزين نتكلم عن ماتش الاهلي والعين. سوبر اهم بقى من اي سوبر الحقيقه. لا، هو ده كاس قارات، انت ده بطوله. الماتش ده اصلا هو بطوله، مصنف بطل. انت هتاخد منه، انت عارف ان هم بعتوا للاهلي الفيفا انه هيحضر منصه شرفيه وان في استلام كاس ماتش، هو ماتش ببطوله يعني افرو اسيويه ومقابل مادي او مكافاه ماليه برضو على الماتش ده حقيقي، مقابل يعني مكافاه محترمه، وكمان برضو بطوله عالميه قاريه، مش محلي بس. والحلو بقى ان اول مره بتتلعب على ارض استاد القاهره بقى، على ارضنا احنا بقى، في استاد الرعب، 50,000 متفرج. استاد الرعب ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ويبقى دي اول ميزه يعني معانا الحمد لله في ايدينا، ان الجمهور بتاعنا 50,000 متفرج هيحضر الماتش، وتقريبا 2000 من العين ان شاء الله باذن الله يبسطوا ويروحوا. انا عايز اقول لك حاجه، انا خايف، انا خايف بعد اللي شفته في العين والهلال، انا خايف. تعرف المشكله ان احنا واخدين كذا عين اساسا من قبل ما ناخد العين دي. ايوه، يعني العين من اول بدايه الموسم اللياقه البدنيه بسم الله ما شاء الله في النازل، سيراميكا اجمد مننا في الشلاحات، ما عندناش اصلا العين. امام عاشور ما شاء الله واخد عين لا بيجري ولا بيستلم ولا بيباصي ولا بيعمل حاجه. عين الاصابات، احنا الفريق كله مستشفى، مش عارفين مين هيلعب من المدافعين لحد دلوقتي بامانه يعني. احنا في حيره. بس ما تنسوش، بس يعني برضو نقول لهم ما ينسوش هم بيتفرجوا كده لايك، سبسكرايب، تعليق حلو برضو، قولوا لنا مين من المستشفى بتاعت الاهلي هيلعب، يعني عشان نشغل الشغل يا عم. محمد علي مش هيجيبنا تاني، خش. فاضل بقى العين اللي جاي علينا بقى، العين الاماراتي دلوقتي. دي اكتر عين الواحد خايف منها. الواحد بيبص في تشكيل العين لقينا 15 محترف بسم الله ما شاء الله، مفيش اماراتيين كتير اساسا في الفرقه، فانت كانك بتلعب فرقه لاتينيه. والاماراتي اللي فيهم الجون والباك. هو الجون والباك والهاف ساعات بينزلوا اماراتي، الباك كله اجانب. يعني لو شفت واحد ثالث في التشكيل يبقى كويس يعني. اللي هو نادر يحيى، اللي هو في الاساس مصري. يحيى نادر في نص الملعب، وفي محمد عباس ده بيلعب ساعات لما سفيان رحيمي بيبقى مهاجم. ده الهاف صح. فعايزين نتكلم بقى، نبدا بالعين قبل ما نخش في الاهلي عشان الاهلي عليه كلام كتير. العين فريق مرعب هجوميا، مفيش دفاعيا، ما جاش. هو فعلا فرقه كل الاهداف كل الماتشات اللي بتلعبها تسجل 4 أهداف 5 أهداف، سواء خسر سواء كسب بيسجل كتير، بس بيدخل فيه كتير يعني. حتى في الموسم اللي فات لما كسب الهلال رايح جاي داخل فيه جوان كتير في الماتش. انت تعرف ماتش 4-2 وماتش 4-3 السنه دي يعني. السنه دي لغايه دلوقتي هو داخل فيه اكتر من 20 جون، ومركز تقريبا سادس في الدوري. حاجه صعبه. دفاعيا واقع، مع ان الدفاع محترفين، بس في المقابل بقى هجوميا لا هجوميا حاجه افترى. سفيان الرحيمي ده مشكله كبيره. لا يعني الفكره مش سفيان بس، هو لاباكوجو ده ايه؟ ده لاباكوجو ده الاحتياطي، تخيل لاباكوجو ده الاحتياطي. انت فاهم يعني احنا رايحين على ايه؟ احنا عندنا طاهر الحمد لله، كوجو ربنا يشفيه مصاب. ده لو لاعب ده لو طاهر لاعب. ايوه ما بنلحقش. طيب نقط القوه اللي انت شفتها في العين الفتره اللي فاتت، حتى لو الموسم ده مش بادئين بدايه كويسه، احنا مش بادئين برضو بدايه كويسه يعني. لا بص، استنى، احنا اصلا ما نتساواش بيهم. احنا ما بدأناش، هم بدأوا بقالهم فترة. هو بقاله لاعب اكتر من 25 ماتش، دي اكتر ميزة عندهم دلوقتي. هو بدنيا هو واقف على رجله. بس انت لو تحط دي مقارنة مع الاهلي حاليا، الاهلي بدنيا هو ما يتقارنش بحد. الحالة صعبة يعني. الاهلي ضايع بدنيا عشان الاهلي الدوري بتاعه ما بدأش،
عشان الاهلي راجع من فتره راحه مش عارف يجيب اللياقه لسه. ما جابش مش اقل من 5 يعني من 5 ل 10 ماتشات عشان تبقى ايه واقف على رجلك هو ما عملهمش. وحتى الماتشات اللي اتلعبت الفتره اللي فاتت بتلعب شويه وتريح شويه، تلعب شويه تريح شويه، فلا انت بتعرف تجيب فورمه ماتشات ولا بدني. فعشان كده انت الاهلي بيلعب مفيش بدني، اللعيبه بتستخبى بنا. يعني انا بتفرج على الماتش اللعيب بتستخبى، وعارف انت اللي هو ايه، عارف يعني بلغه الكوره يعني لعيب بيستخبى اللي هو ايه، انا المفروض مثلا اتحرك لك افضي نفسي عشان انت تلعب لي الباص صح، لا انا بروح اقف جنب لعيب. ما برضه ده من ضغط، فانت هنا مش هتنفع تبازيلي عشان لو بصيت لي هيتقطع، فانت هنا تضطر ان انت ايه تتصرف. ما هو ده من ضغط، هو خايف يغلط برضه الجمهور هيهاجمه بتاع. لا هو مش حصل قادر، السوبر هو مش الافريقي مأثر كان. لا وكمان بس حتى هم في السوبر يعني ما هم في السوبر كانوا عادلين. بس هم كسبوا ثقه بقى، يعني الفوز ده كسبهم بقى ثقه كبيره يعني. ايوه انت كسبت ثقه وبدني، لكن بص انا مش حاسس ان في حد قصدي مش واقف بدني، على قصدي رجله. روح. انا مش بدني قصدي روح، انت كسبت روح وثقه. اللي واقف على رجله في الاهلي تقريبا مروان عطيه، باستثناء مروان عطيه ما فيش حد قادر يلعب مروان 90 دقيقه عطية كامله بنفس المستوى. واكرم حتى بصراحة. اكرم طلع الماتش اللي فات ما قدرش برضه بس يعني، ماشي ما هو يمكن يعني عشان كام ماتش ورا بعض انت بس اتفرمته يعني ايه. يمكن مروان عطيه لانه بيلعب دولي مع حسام وشغال 90 دقيقه. أيوة. كان رامي برضه، بس رامي الاصابه فرقت. رامي برضو والسن بيفرق، ما انت برضو ما ينفع. احنا عندنا مشكله في الاهلي، ما ينفعش 2 مساكين بتوع الاهلي فوق 30 سنه، ده عبث. ما انت ما مشيت ينفعش. ناس، واللي جم بقى بادئين لك بالاصابات يعني اما دي العين أنت بقى اللي مش- احنا نسينا نقولها دي اكتر ان عيب. انت حتى الاصابات الصفقات الجديده اللي هي تقيله، يعني اشرف داري تقيله مش عارف تدخلها في الماتش. يوسف ايمن الحمد لله لعب، الله اكبر اتصاب يعني ما لحقناش، بس الله أكبر. يعني تسلم العين اللي اختارته. لعيب فعلا مبشر يعني، جدا قصه جدا. عقل وبتاع، وحته من منعم كده ممكن نستفيد بيها يعني. احتمال من الناس اللي احتمال انا يبقى جاهزين حسيته للماتش اكتر، عارف انت ايه، حسيت حاجه كده من ريحه عماد النحاس، ستايل الطويل الحريف اللي يطلع لعب. بس هو زياده بقى عن عماد النحاس ان هو لا هو باستباقي، هو ما بيستناكش تستلم الكوره بعد كده يضغط عليك، هو بيقطعها من قبل ما تجيلك اساسا. عنده حته تهور بس بعقل يعني، انا بعرف اطلع واسيب مكاني بس هو بطلع بيهاجم. اتوقع. انت قصدك ان هو يعني مش تهور، هو شجاع هجوميا، هو عنده يعني دي الشجاعه. برضه ممكن تكون بتخوف المدرب يعني، فاهم، لحد ما يشوفه في الملعب، اما يشوفه في ماتش زمالك متهيألي هيبدا يديله ثقه اكتر. بصراحه دي نقطه ايجابيه جدا، لعيب اصلا عنده البرود المحمود، عارف الكوره يقول لك ايه ده لعيب بارد، دي ميزه مش عيب مش شتيمه، اللي هو هادي اعصابه المهم هاديه. ما يكونش بيزودها يعني، منعم كانت عيبه الوحيد بقى في الحته دي انه بيزودها. هو اللي احنا شفناه في الحبه اللي شفناه ما زودش، الراجل كان هو ما لحقش يزود، ما هو خد يعني اللي خد تحت. في راسه ما دي عيب برضه. طيب احنا دلوقتي عندنا ميزه احنا حوالين العيب في كل حاجه. في ميزه للعين وفي ميزه للاهلي. الاهلي عشان بيلعب على ارضه والجمهور بتاعه. ايوه. وفي ميزه دي ميزه الاهلي. ميزه العين انه اللياقه البدنيه. انا بادئ من شهر 8 اخر 8 او في 9، فانا بقى لي شهر ونص على الاقل بلعب كوره. العين واقف على رجلي. ايوه. المميزات بقى الفنيه بقى اللي عند اللعيبه واللي عند العين عنده الفريق فروقات فرديه عاليه قوي، بس في نفس الوقت قد ما هي ميزه هي عيب. ليه؟ عنده معلمين بلغه الكوره، عنده معلمين كتير، فهم بيهاجموا جامد قوي. لما يعني هم جامدين والكوره معاهم والكوره مش معاهم بيتمشوا بلغه الكوره، بيتدنجل في الملعب، تلاقيه ماشي ايه بيجري هروله اللي هو دي ايه حته كده ما اتحاد جده بقى، بيجريش. حته ترجع لماتش اتحاد جده. انا عليك اللي هو نفس الفكره دي، اللي هو انت لو لعبت مع بدني تكسبه، لو جريت ليه هو ما بيدافعش ما بيرجعش، البيبي هاجم جامد قوي، الكره اتقطعت بيرجع يتمشى، عنده اطراف جامده قوي هجوميا، دفاعيا نقطه ضعف اصلا الدفاع. يعني اصلا معظم جوان الهلال مثلا في اخر ماتش هي من الاطراف. دبل فيجيرا اللي هو الماتش اللي هو الامارات، الدوري الاماراتي، دبل تمام. دبل حسن ماشي، الاسامي بتاعتهم في دبل فيجيرا برضه معلش دخلوا في بعض كلها دبل رحناش بعيد. الفكره الجون برضه جاي منين؟ بلانتي، بس بلانتي جاي منين؟ من على الطرف برضه، من على الطرف الشمال برضه اللي هو من على الشمال ورا، فهم عندهم الاطراف، هم نقطه قوتهم اطراف، بس في نفس الوقت نقطه ضعفهم سايبين مكانهم اكتر، بينطلقوا اكتر صح. الدفاع عندهم شوربه. هو عندهم عيب في التمركز، لو خدت بالك في ماتش الهلال وفي ماتش برضو الوحده خسروا الماتشين. الكره العرضيه بتتلعب الاثنين قلب الدفاع مش بيتمركزوا صح، هتلاقي المهاجم لوحده اصلا. ايوه. فدي نقطه قوه، دي بقى لازم الاهلي يستغلها، لانه يحيى عطيه الله في الماتشين اللي لعبهم
في السوبر ما كانش بتجيله فرصه ان هو يعمل كره عرضيه. صح، ده سلاح انت لازم تستغله. لازم تستغله جدا يعني وعندك وسام. هيحط الكره وعندك وسام عالي طويل وهيدرز كويس، بس انت لسه دي الميزه دي انت ما شغلتهاش في وسام اساسا. ضروري تشتغل في ماتش العين، وسواء الكره العرضيه البرازيلي اللي هي الارض دي اللي بترجع لورا دي، او الكره العرضيه بقى وعليه سويرفات. انت ناسي المغرب اللي رفعها الانصيري في المغرب، في المغرب والبرتغال. ما هو مين اللي كان رافع العرضيه للنصيري؟ هو يحيى عطية الله من بدري. العرضيه اللي من بدري دي خد بالك اخطر مليون مره من لما تقرب، كل ما تقرب للخط كل ما بقى سهل على المساك انه يطلعها. كل ما ترفع بدري كل ما المساك مش واقف في تمركز صح. لا يا راجل انا بختلف معاك. الكره العرضيه اللي من بره من بتبقى بدري. المدافع بوشه الملعب. لا العرضيه اللي معانا عارف انت ايه، من قبل ال 18 او في اول ال 18 هي الاصعب على المساك. انا كنت بلعب فيرو، انت شايف كده اسهل كره تضحك على المساك فيها، لكن عارف كل ما تقرب لخط عارف علموها لنا غلط بقى، بس هي كل ما تقرب للكورنر كل ما سهل على المساك صعب على الفيرود. لكن كل ما بدري ليه هو لسه ما وقفش. انا ما بكون بيبقى المساك بيعمل ايه ساعتها؟ بيجري عايز ايه؟ يطارد المسافه وعايز يلحق يدخل الصندوق، فمش واقف. على عكس لما وصل الصندوق بيجي لافف باصص ايه لبره، فسهل عليه انه يطلع. لكن هو هنا هو بيجري وشه لهنا. انا معاك يا فيرود. انت رايح بالكاميرا سخنت بس كنت فيرود فبحب اخش. بص اللي انا عارفه بقى، بس ما اعرفش ممكن الكلام ده يبقى غلط يعني. الكره اللي بترفعها من بره 18 المدافع واقف وشه للجول. الكره اللي بتترفع من وانت قربت خلاص على خط المرمى المدافع لا وشه للجول، وشه لجونه مش وشه كل ما قربت للخط كل ما بقى سهل. ما بقول لحضرتك كل ما قربت للخط كل ما بقى سهل على المساك صعب على الفيرو. كل ما رفعت بدري كل ما بقى ايه صعب. مش هتفق على ايه مش هتفق معاك فيها. احنا ممكن نسال الناس بقى، يقولوا لنا يعني الناس اللي متابعه كوره بقى ودايسه في الحته دي او لعبت قبل كده، عايزين يقولوا لنا يعني الصح ان انت ترفع الكوره من بره ولا انك ترفع الكوره من قريب من يعني بعد ما تعدي خط ال 18 هل انت من المؤيدين لي او لا سمح الله من المعارضين لي؟ شوفوا انا بصراحه مش يعني انا اتحداك اي لاعب كوره بيتفرج علينا هيقول لك انا غلطونا شوف مين الصح. هتشوف. وعندنا خد بالك عندنا اخواتنا من الامارات بيتفرجوا علينا برضو. احنا فاهم، فهيقولوا لنا برضو اخواتنا في الامارات الحته دي. اصل يعني مثلا يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان العرضيه بتاعته من بره ال 18 بس كان بيعملها سويرف بتوصل في مكان حلو. ما هي عشان اسهل. لكن في ناس كتيره بتعملها برضه بطريقه اللي هو هي سقطه كده يعني فاهم. بالونه قصدك؟ طيب لما البالونه الكوره بقى لما بتعدي 18 لما بتعدي وتبقى قريب من خط المرمى بتبقى العرضيه خلاص ايا كان هي رايحه ازاي، ما تبقاش بالونه بس ايا كان هي رايحه ازاي بتبقى صعبه على مصلحه المساك مش لمصلحه الفيرود. عارف الوحيده اللي ممكن يبقى للفيرود شويه ميزه عن المساك فيها ايه؟ اللي ترفعها عند الخط بالظبط. ليه؟ لان هو بيكون همد او بيكون خلاص معتقد ان الكره طلعت. لو انت رحت لقيتها جو ليه هو المساك ما بيكونش مركز. طب خلي على فكره نفس الفكره برضو، لو انت بترفع انت رايح ناحيه الشمال وهترفع من ناحيه اليمين بتبقى سهله جدا على المدافع، عكس لو بالشمال وبترفع بالشمال. هي نفس الفكره اللي بقولها لك، لان هو المدافع واقف وشايف الكره جايه له فعارف يبعدها. ايوه لكن العكس بقى لما بيكون بيجري هو مش هو هنا بظهره. ايوه هنا اصعب عليه. عشان كده بقول لك اللي من بدري هي دي الاصعب. واصعب عليه ان انت ترفعها له من قريب من خط المرمى. يا باشا الجمهور يحكم بيننا. ماشي خلاص يلا بينا. انا مش هقتنع غير لما اسمع رايك. انا موافق. طيب ان شاء الله معاك. اتكلمنا عن الفنيات اللي عند العين، احنا عايزين نعرف نقط القوه. يعني سفيان رحيمي الناس كلها عارفاه، ده كريسبو معتمد عليه مهاجم. ده حمله. ده حمله مش مستني حد يلعب له، هو بياخد الكوره. ده حمله فاهم انت. وخد بالك المدرب كريسبو ساعات بيلعب 4-4-2 فبيلعب لاباكوجو ويلعب معاه رحيمي. لما بينزل لاباكوجو بيعمل فهو عنده لاباكوجو سفاح بمعنى الكلمه. حاجه كده مجرمه يعني اللي هو يا رب يبقى عندنا حاجه شبهه فاهم. عارف ملعب شاء ابتلى به فياع مهاجم. العين بقى انا نفسي يبقى عندنا الياع ده. العين عنده عين فعلا حلوه جدا في تنقيه اللعيبه. يعني جاب حسين الشحات من المقصه واحنا ما كناش شايفينه اصلا. لا كنا شايفينه بس مش مقتنعين اصلا. مش دولي فمش هندفع فيه الكلام ده، فهم راحوا جابوه دفعوا فيه. جابوا سفيان رحيمي في الرجاء واحنا لسه عمالين نقارن ما بينه وبين الاخ سامحوا المكيسوني. ايوه ولاباكوجو كان في نهضه بركان كان فري قعدوا بيخلص والزمالك بيلعبوا رايح جاي وفي الاخر هم اللي راحوا جابوه.
بس خلينا نتفق على حاجه برضه، هم هناك بيدي مرتبات انت عمرك ما تعرف تديها. يا عم مسيبك من المرتبات، انت شافوه قبل ما انت تشوفه، دي اللي يزعل يعني. يا لا ريت لا نخش، احنا كنا نخش في بنتفاوض مع منافسة معاهم. رحيمي في الوقت ده. نخش في ما كنا تتفاوضناش، بنتفاوض. تتفاوض مع مين؟ ما المدرب مش عايزه. لا تفاوضوا، بس هو المدرب رجع قال لهم مبقاش، فقالوا له فاعتذروا له. ما امير قال كده، انا اعتذرت له. ايوه شوبير بيقول لك ان هو اتكلم مع سفيان رحيمي قال له ما رحتش ليه، قال له انا مش، انا المدرب ما كانش عايزني. حصل. يعني اللعيب عنده استعداد، بس الفكره في انه انا ايوه ما ده انا ما طلبتش. ما عنده استعداد، اذا النادي فاوضوا يعني، مش مهم، مش حتتنا. المهم عندهم رحيمي، عندهم لاباكوجو، التقال مع سفيان رحيمي. عندك بلاسيوس ده، لا موازي كاكو برضو. بلاسيوس ده في نص الملعب، ده 8 بقى التقيل بتاعهم اللي هو الباص ده السوليه خد بتاع زمان. بالك هو عنده نص ملعب قوي هجوميا بس. هجوميا يعني كاكو يعني. برضو، ما هو كاكو بيلعبوا نص، ساعات بيلعبوا طرف، بس هو في الغالب نص. هو الوينج اليمين بتاع الفرقه، بس هتلاقيه بينزل بس في الغالب بقى بيصعد، بيلعب كتمانية يعني، بيشتغل شغل قفشه او جامد. 10. الله ينور عليك. هم بينيات طول الوقت، بينيات يعني. انت يعني انا كده اختارهم نفسي اعرف لهم. الاهلي هيلعب بمين سنتر باكات. يعني الاربعه تقريبا في اختبار طبي وفي اشعه الاربعه مستشفى. الاربعه هيلعبوا ولا لا؟ الاربعه واخدين اورنيك مرضي، بما فيهم الخامس اللي هو خالد عبد الفتاح. مش عارفين بجد مين الاثنين اللي هيلعبوا في الماتش. محمد بناء رمضان عليهم- وكولر. لا سامي قمصان. سامي قمصان كويس. حتى ومحمد دول ما رمضان. كانوش مدافعين. ايوه فكر، محمد رمضان كان فيرود هداف. يا ريت عندنا زي رمضان، يا ريت. فهم شغلهم كله بينيات، فانت محتاج انك تبقى قافل كويس قوي في نص ملعبك عشان ما تتعرضش للحته دي. مش مدي فرصه للاعب اللي هيلعب البينيه اصلا. ومحتاج مدافع سريع يعني. العشم في او الامل بقى في ان لعيب زي يوسف ايمن عنده البرجل واسع، اشرف داري لو لحق برضو حد فيهم يا ريت ينقذ الحته بتاعت البينيات دي، لانها بتتضرب من عندنا جامد. هم احنا عندنا مشكله في العمق، وعندنا وهم باخد بالك عندهم مشكله في يعني. انت بتتكلم هم نص الملعب بتاعهم هجومي قوي جدا، دفاعيا واقع. ما هو دفاعيا بقى هنا الحته بقى دي يعني زي ما هم هيضربوك من العمق، انت كمان هتضربهم من العمق. انت عندك فرص كتير تضرب العين فيها، بس هم عندك بصراحه عمق واطراف في الدفاع الله اكبر. العين ضايعين في الدفاع ما تفورش قوي يعني. بقول لك مقارنه بالهلال. مقارنه بالهلال. الناس عندها 15 محترف يعني. انت في الماتش هتتفرج هتلاقي الاجنبي بيطلع بيدخل مكانه اجنبي، مش هتلاقي اصلا حد. فيعني عندهم لسه كمان يعني الباك الشمال البرازيلي، الباك الشمال الاحتياطي بتاعه ارجنتيني، فاهم؟ نص الملعب بلاسيوس ده ارجنتيني. هينزل مكانه سيجوريا ولا سافوريا ده، في تراوري وفي بارك. سافوريا ده هينزل ارجنتيني. فالفرقه مليانه لعيبه يعني. لو في واحد مثلا مش في يومه، في واحد مقفول عليه فانت حافظ طريقته، هينزل لك واحد تاني طريقته صعبه. يعني مش عايزك تقلل منهم. تحمست. لا والفكره ايه، انا شغال اقول لك ايه، شوارع. ايوه ما شوارع قصاد مين؟ قصاد متروفيتش وسافيتش ونيفيز مثلا. يعني بس انا ان شاء الله عندنا، لا احنا عندنا تقال الحمد لله وكل حاجه، بس هيقوم بالواجب. عندنا لعيبه تقال، بس مش هينفع يعني. مش عايزين نقول ان هم حالتهم الدفاعيه صعبه للدرجه دي. هم بيرضوا قدام الهلال. لا عايز اقول لك حاجه، والهلال في حالته بادئ برضه من بدري. ايوه انا عايز اقول لك حاجه فعلا. انا لو لعبتي واقفه على رجليها كنت ابقى بالثقه دي، لكن للاسف انا مش مطمن. انا برضو خدتني الجلاله الصراحه. انت مش في التوب بتاعك ومش انا حاسس ان انا تسرعت. الحقني بالله عليك، عشان انا ليا توقع قبل كده والناس هرياني بيه. كنا بنقول ايه بقى؟ انت كنت بتتكلم ان نص الملعب عندهم العيوب اللي عندهم. انت بتتكلم عيوب في الباك وفي الباكات وفي السنتر باك كمان. كان هم هجوميا بندر الاحبابي هو برضه هجومي قوي كباك يمين. إيريك كشمال باك شمال فظيع برازيلي حدوته بالظبط حدوته. بس الفكره زي ما قلت لك، على قد ما هم نجوم وجامدين قوي، على قد ما هم دفاعيا معلمين شويه يعني. في حته الرجوع كان نص ملعب كلها ايه، كلها بتستسهل. بنا هيغطي. انا هغطي على اللي انت بتقوله اصلا. كل شويه تتوقع وتلبس. ايوه بس هم لو انت عايز فعلا تضرب فرقه زي العين، ده اللي عمله الهلال، وده لو احنا بنقول عندهم نقطه ضعف. الشوط الاول ده بتاع الاهلي، اذا خرج من سيطره الاهلي كده او الاهلي ما استغلوش احسن استغلال هتقع في مشكله كبيره. اللي حصل قدام الزمالك كان حلو جدا، بس مشكلته انك ما سجلتش اهداف. ايوه ده ما ينفعش قدام العين يعني. الزمالك فاق مثلا او ظهر امكانياته في الدقيقه 70 ولا حاجه، بدا يلاقي المساحات ويستغلها ومش عارف. صح. لا العين من لو انت ما عملتش الكلام ده في الشوط الاول ما سجلتش خلاص انسى. العين بيفك لما بيخش فيه جون، بيخش في التاني على طول. الفرقه في مشكله على مستوى شخصيه الفرقه. ممكن برضو حته ان هو يعني جايب بطوله حصل في ماتشات كتير مستوى عالي. خد بالك ده حصل معاه في ماتشات كتير، حتى في الدوري. هو مش في الدوري برضو الليفلات هناك مش اعلى من الاهلي يعني.
بس هو زي الاهلي تمام؟ مش بادئ كويس. لا هو كمان الفكره زي ما بقول لك، لا في مشكله في شخصيه الفرقه اللي هو ايه، بيفكوا لما بيدخل. فانت زي انت صح، الاهلي لو خطف جون هيخطف التاني والتالت، لكن المشكله ان انت لو ما جبتش هو هيزعلك. هو بالذات لو خد الثقه، لان انت لازم تستغل خضه الاستاد اول ربع ساعه اخطف جون. على فكره حتى خضه الاستاد دي برضو مش هتطول معاهم كتير، لان هم عندهم خبره ولعبوا قدام الهلال بجمهوره والنصر بجمهوره، وهم عندهم ثقه في الحته دي، بيلعبوا بره ارضهم احسن من يمكن احسن من جوه ارضهم. أيوة. فلو هي الخضه اللي بنتكلم عليها، فالخضه دي ممكن تبقى له 10 دقائق ربع ساعه. ما انت لو عملت فيها حاجه اول ربع ساعه الخضه دي اخطف. هتكمل لو انت عملت فعلا استغلتها وسجلت اهداف. حلو. لو انت بقى ما عرفتش تعمل ده، ما تمسكوش الكوره. ان لم تستطع اسعاد نفسك فنكد عليه على الاخرين. لو انا مش هلعب وانت مش هتلعب بالظبط. دي الشغلانه. ده حل والله ده حلهم. ليه؟ لانه هو لو مسك الكوره هيشلوحك. وعشان اللياقه يعني ما تجريش انت بقى وجري الكوره زي ما بيقول لك. وغير اللياقه عنده بلاوي. لو البلاوي دي لو مسكت الكوره، هم جامدين قوي والكوره في رجليهم. نقطه ضعفهم فين؟ لو خدت منهم الكوره مش معاهم. فانا لو مسكت الكوره، عارف ان شاء الله لو استحواذ سلبي مش عارف يبقى ايجابي، خليه سلبي رخم بوظ الماتش. برضه على ارضك في الحته دي هتبقى ميزه يعني. انا بقى عمال اسلم واستلم وبتاع، بفقده شويه الثقه. هم في الاخر بيفكوا، فاهم؟ هم في الاخر هيفكوا. بس سفيان رحيمي ما بيفكش 90 دقيقه ما شاء الله. يعني مش عايز اديله العين بقى، يعني هو ما شاء الله يعني 90 دقيقه ما شاء الله هو اللي شايل الفرقه. حتى هم خسرانين جاب هاتريك يعني حاجه. لا وكمان حتى في الماتش اللي فات برضه، غير ماتش المغرب اللي عمله. لا الماتش الاخير في الدوري برضه، لا هو كان بره نزل جاب لهم بلانتي، بس لبا كوتش الله يستر ضيعها، بس جاب جون بعدها ابن هزيمه يعني، جون بس جاب جون. بس يعني لبا كوتش مش في مستواه قوي، يمكن عشان كده او من كتر ما بيقعدوا كريسبو مش مقتنع قوي انه. انا برضه عايز اقول ان هو برضه الليفلات اللي لعبوا قصادها دفاعيا مش اقوى حاجه. انت مقتنع بالحته ان الحراس حته انه دايما بيقول لك انه اما اللعيبه او الفرق الاسيويه لما تيجي تلعب في افريقيا بتلاقي المستوى في فرق. طبعا يعني والهلال اكبر مثال، الاتحاد اكبر مثال، بيبقوا حاسين ان هيعملوا ماتش كبير قدام، حتى قدام الزمالك في البطوله العربيه. الله ينور عليك. ما عملوش ماتشات كبيره. الزمالك عمل عليهم ماتشات كويسه، كسبهم هم معاهم جوميز ومعاهم رجاله. تعادل مع النصر ماشي، وخسر من الشباب بضربه جزاء. بس لا انا بتكلم على مش البطوله العربيه دي، لا اللي قبل منها. مش كان في ماتش كده عامل ببطوله اللي هو الهلال والزمالك، والزمالك كسب الهلال فيه، والهلال كان عنده جوميز والرجاله برضه. ما تصغرناش بقى. تعادلوا يا عم، تعادلوا وبعد كده الهلال كسب ضربه جزاء كاس بالله. ايوه ما كنت فين. ما بص، انت عارف كده الذاكره بتاعت ذاكره نمله. الهلال كسب الهلال في السوبر المصري السعودي اللي اتعمل من فتره كده. ايوه ده كان في 2020 تقريبا. ايوه ده اللي كسب الزمالك فيه. ده اللي قصدي عليه. ده من فتره طويله، بس الزمالك عمل ماتشات حلوه جدا قدامهم. السكواد كان اكبر، بس الزمالك كان فيه سكواد. الزمالك عمل معاهم ماتشات تقيله في البطوله العربيه وهو ما فيش سكواد، هو ما فيش تقريبا فده يقول لك برضو يعني الحته دي. هل العين لما يجي قابلنا ان احنا ما قابلناش غير فرق من الدوري السعودي، ما قابلناش فرق من الدوري الاماراتي، قابلنا الدحيل قبل كده في كاس العالم للانديه وعملنا ماتش كويس، كسبناه برضه، كسبناه وعلى ارضه. انا بقول لحضرتك مش عارف الحته دي بقى ممكن فعلا المستوى او الليفل ما بين، وقابلنا فرق من اليابان والفرق الاخرانيه بتاعت الرابطه الياباني، عملنا ماتشات تقيله عليها. احنا هل دي ميزه ولا ما نتعشمش؟ عشان انا مش عايز العشم برضه يخوني. ما انا هي المشكله بنا ان انا لما بتعشم احنا بنلبس، فخلينا انا متعشم يعني. انا يعني خايف، مش هكذب عليك، بس في نفس الوقت لما تيجي تبص الدوري الاماراتي كدوري اضعف من الدوري السعودي، وهو قريب للقطري شويه. بص عشان احنا مش بنقلل من لا والله مش تقليل، بس انا بتكلم ده بجد، ده الواقع. طيب احنا كده خلصنا بقى كلام كتير على العين، عايزين نشوف الاهلي بقى ممكن يواجه العين دي ازاي. يعني لو العين دي صابتنا عايز نشوف ايه اللي ممكن نعمله عشان ربنا ينجينا. والله من احنا اولا الدعاء، ثانيا الدعاء، ثالثا الدعاء. تمام يعني، لان دي ناس ما بتتضربش، دي ناس بيدعي عليها. بص توقع التشكيل يعني كولر الحمد لله رجع تشكيله قوي، لان انت شايف المستشفى. فانا هتوقع طريقه اللعب. يعني انا مثلا هقول لك وجهه نظري، طريقه اللعب الافضل اللي مثلا اعرف اضرب بيها العين. ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. انت طبعا شفت كوكا، فكان قلت لك الحلقه اللي فاتت ايه، آه. كوكا يفرق جنب مروان لان خلى اكرم مروان جنب يشتغل منه، شوية. هما الاثنين بيعطلوا بعض. مم. لكن انا استفدت باكرم دفاعيا في الباك اليمين، كان قافل الباك اليمين، مم. كان عامل شغل عالي قوي وهو طار دفاعيا. تمام. فانا استغل برضو اكرم كباك يمين بصراحه عشان عمل يقفل ماتش لي حلو الباك يعني. اليمين. وعمر تمام. مش بادئ كويس، فهي مبدئيا دي ناحيتنا احنا لا وكمان خليك كان اكرم. عنده اصابه فمش سليم، فما خاطرش بيه. وانا مش عايز اهاجم في الاول، انا عايز في الاول زي ما قلت لك ايه، الاطراف قد ما هي نقطه ضعفهم قد ما هي فرصه هي نقطه قوتهم. مم. ما انت ما تستبعدش تلاقيه بيلعب لك رحيمي مثلا على الطرف اليمين وعلى الشمال واحد كاكو او العكس، يعني اللي هو هتلاقيه برضه حاطط لك حمل على الاطراف، عشان هو عارف ان انت ممكن تتضرب من هنا انت كمان. مم. لان انت برضه اطرافك، معلش لو بتلعب بعمر كمال فهو في ال30، لو بتلعب بعطية الله ففي ال30 كبار، فكمية الجري عندهم مش عالي. هو شغل العين كله من العمق، فانت بقى هنا خلينا في العمق ده خلينا مصيبة نص اكبر، ان الملعب. احنا الاتنين مساكين بتوعنا احنا دول مش هنعرف كبار. نتوقعهم. تمام. لكن بس مين الافضل منهم يلعب لو انا سليم؟ بص، مين سليم يعني؟ وجهة نظري يوسف ايمن عظيم جدا، هيساعدك في الاستحواذ وان انت تمسك كورة. تمام. يوسف ايمن مهم جدا. مين جنبه بقى؟ جنب منه افضل رامي ربيعة عن ياسر ابراهيم، ان رامي برضو عنده كوره، لان انا عايز الاثنين يبقى، او رامي ممتاز في الالتحامات برضو في القوه طبعا لو اشرف داري فانا افضل اشرف داري، بس هو يبدا ده باثنين جداد. ده لو اصلا اشرف داري دخل ما دخلش السكور خالص. بس عارف انت لو اشرف سليم يعني ايه، اميل لفكره ان انا احط واحد شاب. انت عايز اثنين عنده لعيبه كوره. انا عايز اثنين لعيبه كوره، وعايز اثنين شباب كميه جري عاليه. الماتش ده هيبقى فيه كميه جري عاليه قوي. لا انت بتتكلم والاهلي فيه على مشكله في رامي الدفاع. ربيعه ويوسف ايمن افضل لا من ياسر ابراهيم. من ياسر ابراهيم. لكن لو في اشرف داري فانا اشرف داري ويوسف ايمن، اتنين صغيرين عندهم كميه جري كتير، لان الماتش ده هم هيتفرهدوا. فتح صغير ممكن. ماشي ما علينا. فنص الملعب ايوه كوكا ومروان، لان كوكا دفاعيا ممتاز وفي نفس الوقت بيطلع الكوره حلو، بيعرف يطلع كوره وبيعرف يعمل باصات قطريه تقطع وتوفر عليك مسافات كتير. زائد ان هو عنده قوه هو لسه ما استغلاش في الاهلي، بس اتمنى انه يركز عليها. الشوط هو شويط ورجله تقيل. كوكا بس لسه انت ناسي في الاولمبيات الجون المدفع اللي جابه. ما انا بقول لك هو محتاج يشتغل على ده وياخد تعليمات بده. شوط، انت رجلك كويسه شوط، بالذات لو حطيته على العكس، انك خليته مثلا من اليمين ويقطم ويشوط هيجيب جوان كتير. هو انا متفائل بحته كوكا ومروان وامام دول لعبوها قدام اتحاد جده. انت كنت بتتكلم انا بقى غيرك بقى، نص ملعب انا معلمين. التالت عايزه قفشه او عمرو السولية. مش هتحصل مش هتحصل. كولر مش بيلعبها. هيزعل لان امام ما بيدافعش. امام بيرجع يتمشى في الدفاع. ما انا ما ينفعش اعمل نفس العيب اللي عند العين ان انا عندي معلم. لا يا باشا، انت كانت قوتك اساسا، نقطه قوتك كامام ان انت بتدافع كويس وبتهاجم كويس. انت ما بتدافعش كويس وما بتهاجمش كويس. بص هو البدايه بامام مش وحشه، بس في حاله ان انت مش هتطول بيه الماتش، ما تقعدوش 90 دقيقه زي ما حصل قبل كده. انا شايف ان يبقى يعني تغييره معايا يدخل وهو رايق هتبقى احسن، وجهه نظري. ممكن تمام. ممكن بس ادخله كتغييره رايقه. انت عايز تخلص الشوط الاول. انا عايز تغييره رايقه اللي هو ايه، ما قلت لك هنكد عليهم من الشوط الاول. انت عايز تمسك الكره الشوط الاول؟ لا انت تمسك الكره وانت واقع. انا عايز انكد عليهم. طب الوينجات طيب. الوينجات طبعا حسين الشحات متفقين عليه. انا بالنسبه لي انت بس يمين ولا شمال؟ اذكى لعيب موجود عندي. لا الشحات انا افضل ان الشحات يلعب على اليمين وعلى الشمال رضا سليم. رضا سليم عامل ماتش عظيم في الزمالك. بحسه بيشتغل في الشمال احسن بكتير جدا من عظمه. انت لما نزل الحب اللي نزلهم الاهلي كان مصدر خطورته كلها رضا سليم، بس هو عنده مشكله. محتاج يدخل القلب، ما مقضيها على الخط. دي نقطه ان هو يدخل ويشوط يبقى عنده ايه جرأة على الجون، او حتى يدي بينيه، بس هو مقضيها يجري بيعدي كويس قوي وبعد كده ما بيبصش هعمل ايه. الفكره دي نقطه صح، بس انا كمان عندي مشكله في فكره ايه، هو مش عارف امتى بدايه الدريبلينج. هو محتاج يبقى في الحته دي اذكى شويه. ساعات بيعمل الدريبلينج بدري فسهل على المساك ان يجي حاطط لك جسمه ويرميك بره وياخد الكوره، بتصيب او بتخيب. لكن الذكاء ان انت تعمل دريبلينج في ايه لما نبقوا على نفس الخط، عشان لما افتح ما تعرفش تجيبني او اضحك عليك هفتح واضم. انت بتكون رحت العوايد بقى تجيب حاجه هناك وانت من العوايد وانا ايه خلاص داخل عرام على البحر. فاهم الشغلانه انت معايا. رضا سليم فعلا هو اللي هيشغل كمان يحيى، لان احنا محتاجين الدويتو ده لما نزل كانوا شغالين بعض جدا. مدي راحه ليحيى جدا في الحته دي. ما انت صح في حته ايه، انا عايز رضا يدخل شويه
عشان لما هيدخل يحيى طلعت الله ايه تسلك له طريق. محتاج القصه دي، محتاج. لان انا ده سلاح. ليه بقى؟ لان العرضيات اللي بتعملها منه وانت داخل على 18 دي بتيجي جوان في العين اكتر بقى. لا انا عندي سلاح خطير. ايه بقى؟ خطير. الاهلي السنه الجايه عنده سلاح الفاولات رهيب. بصراحة الله اتفاجئت اكبر. يعني في شوط واحد يحيى فاولين. عطية الله وسامع ابو علي بيلعبوا فاولات الله اكبر عليهم. يعني يحيى عطية الله جابت صداع للعارضه. هي فعلا سلاح كويس يعني، سلاح سواء ضربات حرة مباشرة او حتى والعرض على ما انت الجنب في سيراميكا بقى. مين اللي رفع لطاهر الكورنر؟ بس اهم حاجه في الاهلي ان اللي يلعب الكرات الثابته هو يحيى عطية الله. الشحات مش مميز في ده. الشحات ما اعرفش ليه بيخلوه يلعب. هو مش انت بص انت مميز في حاجات تانية. انت اذكى لعيب تكتيكيا عنه. ورضا سليم بيلعبها حلو. رضا سليم ممتاز في ده. رضا سليم ممتاز. يحيى عطية الله ممتاز. بعد منهم قفشه بيحطها لك على راسك بس مش زيهم. هم بيلعبوها على راسك بس قويه. الناس دي متاسسه حته حلوه في أوي الحته دي. أوي. حتى في تونس برضو علي معلول حدوتة. متاسسين في ملك الحلول يا باشا. متاسسين في الحته فانت دي. لازم الناس دي اللي هي دي دول بس اللي يلعبوا الركلات الثابته. والركلات الثابته خد بالك كمان انا بقى عندي ميزه ان في الرفع بالذات بقى لما وجود رامي ربيعه بيلعب بالهيد كويس، ياسر بيلعب بالهيد كويس. انا بتكلم لو كورنر ليا عندي يوسف ايمن بيلعب بالهيد كويس، عندي اشرف داري بيلعب بالهيد كويس. فده سلاح برضه. لو حد فيهم بقى لعب ان شاء الله انا محتاج باذن الله احنا يبقى بنتكلم عندنا سلاح. لو مفيش حد مضمون والله. لو لقينا حد الماتش. انا حاسس ان الاهلي هينزل حلقه على الواتس في حجز الساعه 8 عايزين نتابع دي اللي عايزين فيها اعراض استثنائيه والله. بس فالاهلي لو ركز على الكور الثابته، الكور الثابته هم عندهم مشكله فيها. انت لازم تبقى دي نقطه قوه عندك، هي عندك اوريدي بس تستغلها. تستفيد يعني حته الفرص. انت ماتش سيراميكا كسبته بيها. فرص الضيعه في ماتش زي ده هتزعل جامد جدا. تمام. انت ماتش الزمالك لو الفاولين دول كانوا جم خلاص الماتش كان راح في حته ثانيه. فانت لازم تهتم على ده، تركز عليه وتركز على فكره ان انا عندي سلاح زي يحيى عطية الله لازم اشغله. انا يحيى عطية الله بقى ماتش ماتشين عطلان، لكن الماتش بتاع افريقيا لما شغلته انت شفت الماتش بتاع افريقيا اللي هو كان السبب في جوان كتير فيهم وجاب. ليه؟ لما شغلته ان هو في الاختراقات عظيم وفي العرضيات عظيم. فانت في الماتشين اللي فاتوا لا بيخترق ولا بيرفع. وعندهم بقى نقطه ضعف دي ما جبناش سيرتها بس حلوه جدا ومهمه جدا ولازم بقى نستغلها. حارس المرمى العين خالد عيسى هو حارس كويس جدا وخبرات بس عنده هفوات رهيبه جدا. فده افضل حاجه تشوط عليه. خالد عيسى ممكن يصد كور ما تتصدش ويخش فيه كور ما تخش بجد. يعني هو عنده النقيض حارس كبير قوي بس عنده غلطات ايه. التسديدات ما الاهلي محتاج يركز عليها. يعني امام عاشور عشان كاس السوليه لازم يبقى ليه دور. هيبقى حته التسديدات دي السوليه مهمه كشخصيه مهمه. كنت اتمنى عمر الساعي لانه عنده برضه كواليتي حلو في جدا. انا نفسي اشوفه بس للاسف هو لسه ما خدش مع مش عارف دماغ كولر هيرضى يلعبه ولا لا. بس شخصيته ما تقولش. بس كولر بعد ماتش سيراميكا ما تتوقعلوش حاجه. طيب مش عايز تقول حاجه بقى للجمهور؟ بلبسك انا تقول انت. طب ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت في اللذيذ كده مثلا تقول لنا ايه رايك. يعني مثلا شايف مين ممكن يلعب، شايف ممكن ازاي الاهلي يعني يكسب العين او العين عنده ايه نقط قوه ونقط ضعف. قول لنا برضو ايه. عايزين نعرف توقعات كل الماتش. متوقعين الاهلي اذا كسب بيكسب باي طريقه؟ ايه الافيد يعني؟ ايه الطريقه اللي فعلا تساعد الاهلي انه يكسب؟ هل فعلا زي ما احنا بنقول كده في الشوط الاول ولا في طريقه تانية؟ هل لو وصلنا وقت اضافي الاهلي ممكن يسد بعد اللي حصل في ماتش السوبر ده ولا؟ اخشى على الاهلي من الاضافي. بس اهم حاجه بقى قولوا لنا العرضيه الكره العرضيه اعملها احسن من قبل ال 18 او من على اول ال 18 ولا من الاخر خالص زي ما بالنا بيقول. وطبعا انتوا عارفين. اشوفكم على خير حلقه جديده. السلام عليكم.